مقارنة أخرى، أحمد بيقارن بين أن هذه الفرصة المتاحة لي أنه يسافر يحترف ولو حتى سنة على سبيل الإعارة، مقابل أنه يقعد في مصر عموما. فلو قعد في مصر هو هيلعب في الزمالك، ده كلام نهائي يعني قولا واحدا. لو قعد في مصر هو هيلعب ان شاء الله في نادي ده كلام على مسؤوليتك كالبروفيشنال مانجر لاحمد الشناوي او طبعا والكلام ده احنا قلناه يعني وقعدوا في مصر، لان برضه المشكله اللي احنا بنعاني منها اللي ممكن يكون الزمالك بيعاني منها مع لعيبته مش هيتعرض لها احمد، لان احمد جاي اعاره سنه مش قاعد مستمر، فممكن يبقى عنده مشكله في الفلوس، هياخد جزء كبير كمقدم، فالموضوع منتهي، دي ما فيهاش مشكله ومش ده اللي شاغل احمد يعني. ما حدش يوصل يعني انت حتى الان من كلامك افهم ان في لسه كلام لاعاره خارجيه خارج مصر. انا بس بشرح لك الكلام عشان ارد على الاتهام. سواء حتى اللي يعني انت بتقول لو احمد قعد في مصر هيبقى في نادي الزمالك. يعني هي المقارنه اللي ممكن اي حد ينصح احمد بيها، بينصحه بيقول له انت يا تسافر يا تقعد في مصر في الزمالك، يعني مش بيقول له لا، مفيش حل ثالث، مش بيقول له ما تروحش الزمالك، ما حدش عمره هيقول له ما تروحش الزمالك، لان ما فيش لاعب مش هيجي له الزمالك او مش هيجي له الاهلي ويرفضه. فدي النقطه الاولى. هنيجي نتكلم عن النقطه الثانيه، ان ما زالت هناك بعض الكلام اللي بياخد وقت. انت عارف الاحتراف يا كابتن حازم ده بياخد وقت، وبالذات في مركز زي حارس المرمى، والناس بتبقى جايباه. يعني ريال بيتيس مثلا لما احمد راح كانوا معجبين بيه جدا. طب الخلاف حصل فين؟ حصل ان النادي عايزه بيع وشراء ب 700,000 يورو، هذا الرقم مستحيل كامل ابو علي يرضى يبيع احمد الشناوي بالرقم ده، مستحيل. فبالتالي احنا حاولنا نتكلم مع الناس في اعاره والناس رفضت ده. فاذا توفر نادي هيوافق انه ياخد احمد اعاره، انا اظن ان دي فرصه لمصر كلها، ممكن حتى نادي الزمالك نفسه يبقى حاببها ان لاعب من عندنا يبقى محترف عشان يمثل المستقبل بتاع حراسه المرمى. ولكن الكلام ده كله للاسف ممكن يبقى الزمالك ضاغط شويه، ممكن يبقى احمد نفسه مستعجل شويه في هذا الامر، فبالتالي القرار لازم ياخد يعني خلال اسبوع لازم يكون الموضوع انتهى، ويمكن بكره كمان يبقى فيه يعني لقاءات وحاجات في كذا اتجاه. بقى هنيجي نتكلم على بره. انا نفسي عارف ان الارث فيها كلام، بس برضه ما زال لا يرقى للشكل النهائي، لان ما حصلش اتصالات مباشره توضح الامور الماليه، لانك برضه بتتكلم في اعاره. يعني اي نادي هياخد احمد الشناوي اعاره كانه بيربي عشان خاطر النادي المصري يستفيد في المستقبل. من مصلحه المصري يطلعوا اعاره، لكن من مصلحه اي نادي ياخدوا بيع وشراء. هي دي نقطه الخلاف اللي عندنا. مش معنى كده ان احمد رافض، لا، مستحيل يكون احمد رافض نلعب في نادي الزمالك، ودليل انه قعد مع الدكتور عبد الله جورج قبل كده، دليل ان انا بقول لك هذا الكلام على الهواء، فاذا انا مسؤول عنه. ولكن القصه كلها ان هو اختيار، مش هتيجي هذه الفرصه اللي النادي المصري هيبقى سهل جدا انه يطلع احمد اعاره سنه. وطبعا كلنا نعلم ان فوائد الاحتراف للاعب يسافر دي فايده مهمه جدا، بالذات لو حارس مرمى. فهي دي النقطه اللي عامله التاخير والربكه. مش يعني إن أنا التاخير يا كابتن تامر هو اللي يعني تقفل الملف خالص الاحتراف. لو اتقفل خالص فهو هيقعد في ده اللي مؤخرا، ان في ممكن يبقى باب موارب في الاحتراف الخارجي. والله يا سيدي انا بقول لك هو ان فكره الاحتراف انه يسافر. طب هل في عروض دلوقتي؟ هل في مثلا عروض دلوقتي بعد بيتيس ده؟ في عروض ثانيه ممكن ده اللي مخلي الشناوي متردد مثلا؟ هو طبعا في كلام كتير جدا، ولكن الناس مش مستوعبه الظروف اللي عندنا. يعني بره مش مستوعبين الظروف اللي عندنا. كل الناس بره بيقول لك هو هيلعب في الاولمبياد، والاولمبياد دي في اخر 7 واول 8، والقيد بره في اوروبا بيخلص 30/9 ولا فاكرين ان في فرصه. طبعا احنا عندنا مشكله ثانيه، ان القيد عندنا احنا هيخلص 10/8 يمكن مع انتهاء البطوله. فبالتالي لو هو انتظر للاولمبياد وحصلنا حاجه بره، هيبقى فقد ان هو يتعاقد في مصر مع نادي في مصر. فبالتالي احنا لازم ناخد قرارنا خلال يعني الشهر ده، لازم ملهاش حل في ان احنا ناخد القرار جوه، او يبقى في نادي يقدر يقدم على هذه الخطوه. يعني استخلص من كلامك كابتن تامر ان الشناوي لو فضل في مصر 99% يبقى في نادي الزمالك. 99.9 كمان، هنسيب 1/10%. وانت راضي وبنيه صافيه يا فندم؟ وانت راضي وبنيه صافيه يعني. ربنا يهديك انت والدكتور عبد الله جورج. والله انا راضي والله انا عارف، بس انا عشان في زملكاويه كتير فانا حبيت بس ان يسمعوا منك ان انا متاكد انت طبعا انت المصلحه عندك، مصلحه اللعيب اهم حاجه بالنسبه لك. اتمنى. والنقطه اللي عايزين نقولها برضو في قضيه ان وجود عبد الواحد، برضو انا اتناقشت مع احمد في قصه عبد الواحد. القصه في الاخر هو المستوى هيزيد في الطرفين وهيحصل منافسه. يعني قصدي في الاخر لابد ان هيحصل شكل من اشكال التوافق. الزمالك مش هيجيب واحد زي الشناوي عشان يقعدوا يلعب واحد، اكيد هيبقى في تنافس وفرص متساويه للاثنين. واحد زي الكابتن عبد الواحد برضه ده يعني قيمه، لازم يبقى حاسس ان حد وراه عشان مستواه يرتفع. يعني قصدي ان الفكره اللي الناس بتحاول تروجها عشان تخليها سبب لفشل انتقال للشناوي، لا، انا شايف انها فكره ايجابيه تدعم فكره انتقال احمد. يعني بشكرك شكرا جزيلا كابتن تامر النحاس، وكيل لاعبين طبعا الاشهر في مصر حاليا.